هلو معاكم هدير نجيب، لايف كوتش، يوجا انستراكتور، سول دانسر اند ديتوكس كونسلتنت. النهارده جايه اتكلم معاك في موضوع يمكن كلمتك فيه قبل كده، وهو معاناتك مع ترومات الاهل ومعاناتك مع نسخك القديمه مع اهلك. يمكن الموضوع ده كلمتك فيه قبل كده او حكيت عنه قبل كده، بس النهارده جايه اقولك تريكات مهمه جدا في نفس الموضوع، نسختك القديمه مع اهلك. اول حاجه قبل ما اشرح لك يعني رقم 1 2 3 هقول لك على عقلك بيحاول يحميك من ايه. عقلك بيحاول يحميك من حاجتين. اول حاجه بيحاول يحميك من انك تتحمل المسؤوليه، لان المسؤوليه بتخليك تسمع صوت التأنيب، وعقلك دايما بيحميك عامه من الاذيه. يعني عقلك دايما يحميك من الاذيه، وبيحميك من انك تتحمل المسؤوليه عشان ما تسمعش الاذيه بصوت التأنيب من نفسك يعني. فدي نقطتين مهمين جدا عن العقل اللاواعي، مهمته ان هو يحميك بالطرق دي، يحميك من نفسك ويحميك من اذية الاخرين ليك. فدايما هيفرملك لما تيجي تدخل تجارب، او دايما هيفرملك من انك تاخد المسؤولية. طيب، رقم 1 بقى في موضوع الاهل. اكتر حاجة بتحصل في نسختك القديمة ان انت بترفضها تماما، عشان خاطر هي كانت ضعيفة، او عشان خاطر هي كانت مقهورة، او عشان خاطر انت عشت حاجة مع الاهل ما حبيتهاش. الاهل دول اللي اقصد بيهم باباك، مامتك، اختك، او الناس اللي بدأت معاك اول ما جيت على الارض. يعني في ناس اتولدت، ناس تانية اللي ربتها عامة. فاللي كان معاك في الرحلة الاولى انت مش حابب نسختك بدأت معاه ازاي، وكانت قد ايه ممكن تكون مظلومه وما خدتش حقها. فانت لو لسه في الحته دي تاكد ان انت برضو مش عايز تاخد المسؤوليه. وسؤال كتير، السؤال دايما بيجي لك هيقولك ايه؟ مش لو بابايا ما كانش كده كان زماني في حته تانية؟ مش لو اخويا ما عملش معايا كده كان زماني في حته تانية؟ مش لو اختي مثلا، او لو ما كانش حصل لي تحرش؟ غلط. كل ده غلط، كل ده بيمنع الجديد من انه يحصل. لو انت عايز حاجه جديده حقيقي لازم تبطل تشوف مين كان السبب. بطل تحط على الآخرين مسؤولية وتخلي مسؤولية نفسك. اوكي، انت ساعتها كنت صغير هتقولي انا كنت مسؤول ازاي؟ انت ما كنتش مسؤول، بس انت دلوقتي مسؤول تغير نظرتك عن اللي حصل. لازم تبقى مقتنع مليون في المية بعدل ربنا في القصص. ربنا يعني مع الانبياء حتى ممكن تبص انت من بره انه في بعض الانبياء مثلا ظلموا، ولكن لا، هو ربنا كان عايزك تعرف انه ربنا ممكن يمتحنهم واسمهم انبياء، لان هم محتاجين يغيروا حاجات جواهم، وبيحصل له لطف من ربنا لما بيغير حبة حاجات. فاول حاجة ان انت ما ترفضش نسختك القديمة. تاني نقطة، ابدأ اتكلم مع نفسك عن ان انت موافق على ان هم عملوا كده. هتقولي لا انا مش مسامحهم، انا مش حاسس ان انا مسامحهم. مفيش مشكلة، ما تسامحهمش، وانا مش بجبرك انك تسامحهم، بس اقبل ان نسختك اتعرضت لده وشوف عدل ربنا في القصة. رقم 3، انت محتاج تقرر تسامح النسخة القديمة بكل اللي اتعرضت له. يعني انا تعرضت لواحد واثنين ثلاثة وانا صغير، او في نسختي القديمة، او مع الاهالي بتوعي، انا اتعرضت لكل الحاجات الوحشة معاهم. انا موافق ان انا معرفتش اخد حقي، انا موافق ان انا كنت في النسخة دي ضعيف، انا موافق ان انا ما كنتش عارف اظبط اموري. المهم انت في حاجة مش راضي فيها على نفسك، لا سامحها. ابتدي بانك تسامح نفسك. يعني في نقطة رقم 3، سامح نفسك وبعدين تسامحهم. مش لازم تسامحهم هم دلوقتي، بس سامح النسخة بتاعتك واللي تعرضت له منهم، ولو مش قادر تسامحهم اجلها شوية. اوكي، بس في ناس بتيجي تقول لي هدير انا مش فاكر اي حاجه عن الماضي كله ممسوح بالنسبه لي. انت مش فاكر اي حاجه عن الماضي مش عشان انت نسيته، انت مش فاكر حاجه عن الماضي عشان انت عايز تتجاوزه، عشان انت كاره نفسك هناك، عشان انت عايز تحس انه انا ام اوفر ات، انا اكبر منه. اوكي انا معاك، انت خلاص انت اكبر منه واعلى منه، واللي فات ده ما كانش احسن حاجه، بس انت مش اعلى من نفسك. معنى انك اعلى من نفسك يعني انت كاره نفسك القديمه؟ لا، انت في اللي فات وفي اللي موجود دلوقتي، المراحل بتاعتك كلها او نسخك كلها اكبر من اللي حصل، بس مش اكبر منك في اللحظه دي. فلو انت عرفها ازاي بقى، لو انت بتفتكر الموقف وبتلاقي نفسك بتتأذى، اعرف ان انت ما نسيتش، اعرف ان انت بتتجاوز. لكن لو بتفتكر الموقف وحاسس انه عادي، ايه ده انا كنت ناسيه وشايله من دماغي، اعرف انه عقلك بس بيعمل حاله من النسيان الطبيعي عشان خاطر انت تكمل حياتك بشكل طبيعي، ومش رافض النسخه القديمه. اوكي، طيب
اخر نقطة وهي ان انت محتاج لو في اي حاجة انت حاسس انك بتكررها، يعني لو في قصة بتكررها لابوك او امك او اختك، بطل تكررها. طب يا هدير انا اعرف ده ازاي؟ فكر نفسك، هو مين موجود انا رافضه قوي ورافض اللي حصل له ورافض اللي هو عمله، موجود يعني اتوجد في حياتي، مش لازم يبقى موجود دلوقتي، ممكن يبقى مات. مين اول حد انا رافض قوي اللي هو اتعرض له ورافض صفات فيه، وابدا شوف سلسله حياتك بتتكرر زيه ولا لا، او انت بتعمل حاجات زيه ولا لا، هتلاقي نفسك بتعمل حاجات زيه. فابدا دلوقتي وقف رفض لقصته، وابدا خد خطوات في انك تعمل قصه جديده، انوي قصه جديده، بس ده اللي عليك. طيب في ناس، انت في حد ممكن تكون مش رافضه، يعني مثلا انا حاسه ان مامتي اتظلمت من بابايا، فانا حاسه ان انا مكانها في الحياه وخايفه اخد واحد يظلمني. انت مش مدركه ده، بس لما هتركزي وتشوفي انا مين صعبان عليا ومتعاطفه معاه قوي، ولقيتي حد منهم، والدك، والدتك، اختك، شوفي مين، تلاقي نفسك في الدور التجنبي ان انت ما يحصلكيش زيها، فهتاخدي كل الاختبارات اللي تخليكي تحسي انك هيحصلك زيها، او تاخدي سيناريوهات زيها. برضو خدي قصة جديدة، انوي قصة جديدة منفصلة عن قصتهم القديمة. خلاص؟ فلو لقيتي نفسك بتتعاطفي جامد او رافضة جامد، الاتنين دول بيدلوا ان انت ماشي ضد قصة قديمة وعايز تغيرها. خلاص؟ فيا رب تكون المعلومات سلسة عليكم، وهي اكيد مفيدة، انا متأكدة انها مفيدة، بس يا رب تكون سلسة، يا رب تكون مناسبة للوعي بتاعك. وكل ده بنمارسه في الجلسات، وبنشتغل عليه في الجلسات. لو حبيت تشترك في اي جلسة، او حبيت تعرف عن الكورسات بتاعتنا الاونلاين مفيدة برضو جدا، او حبيت تدخل معانا سول كوميونتي اللي هيبتدي في شهر 6، ممكن تتواصل على الرقم اللي موجود هنا في البيج، وهيتواصلوا معاك على طول وتدخل معانا. وبالمناسبة سول كوميونتي ده بيجمع كل الناس اللي مش عايزة تشتغل ثيرابي، بس هي عايزة تكون مع ناس شبه. انا عايزه ابقى مع ناس شبهي، عايزه ابقى بتكلم مع حد شبهي، عايزه حد يفهمني، عايز حد يتابع معايا كل يوم. احنا البرنامج ده لمده شهر، بيبقى معاك لايف كوتش كل يوم بيتواصل معاك، انا ببقى معاك كل اسبوعين بعمل معاك كول، بيبقى ليك تو كورسز اونلاين تقدر تاخدهم وتشوفهم في اي وقت من عندي. اشوفك هناك، وان شاء الله اعمل لك فيديو جديد قريب. باي باي.